السر لاكتشاف نفسك. عندما ننظر حولنا وحتى حين ننظر نحو أجسادنا فما نراه ليس سوى قمة الجبل الجليدي. جون هاجلين. فكر في هذا لمدة دقيقة. انظر إلى يدك، إنها تبدو صلبة لكنها ليست كذلك، فإذا وضعتها تحت مجهر دقيق سوف ترى تلك كتلة هائلة من طاقة متذبذبة. بوب بروكتور. كل شيء مكون من المادة نفسها، سواء كان ذلك هو يدك أم المحيط أم نجم من النجوم. جون آسارف. كل شيء هو طاقة، ودعني أساعدك على فهم ذلك قليلا. هناك الكون مجزأ، مجرتنا، كوكبنا، ثم هناك الأفراد، ثم هناك بداخل هذا الجسد أنظمة وأجهزة وأعضاء، ثم هنا الخلايا، ثم الجزيئات، ثم الذرات، ثم هناك الطاقة، وهكذا هناك الكثير من المستويات يمكن التفكير بشأنها، لكن كل شيء في الكون هو طاقة. دكتور بين جونسون. عندما اكتشفت السر أردت أن أعلم ما أدركه كل من العلم والفيزياء فيما يخص هذه المعرفة، وما تبنيته كان مدهشا غاية الدهشة. وأحد أكثر الأشياء إثارة بشأن العيش في هذا الزمن هو أن اكتشاف الفيزياء الكمية والعلم الجديد في تناغم تام مع تعاليم السر، ومع ما قد عرفه جميع المعلمين العظام على مدار التاريخ. لم أدرس قط العلوم الطبيعية أو الفيزياء خلال المرحلة الدراسية، ومع ذلك حين قرأت كتبا معقدة عن الفيزياء الكمية قد فهمتها فهما تاما لأنني أردت أن أفهمها. ساعدتني دراسة الفيزياء الكمية على أن أحظى بفهم أعمق للسر على مستوى الطاقة. بالنسبة لمعظم الناس يترسخ معتقدهم عندما يرون التوافق التام بين معرفة السر ونظريات العلوم الجديدة. دعني أشرح كيف تمثل أنت أكثر برج بث فعالية في الكون بتعبيرات بسيطة. كل الطاقة تتذبذب في شكل تردد، وبوصفك نوعا من الطاقة فإنك تتذبذب كذلك كأي شكل تردد، وما يحدد ترددك في أي وقت هو ما تفكر فيه مهما كان وما تشعر به مهما كان. كل الأشياء التي تريدها مصنوعة من الطاقة، وهي ذات ذبذبة أيضا. كل شيء هو طاقة. وإليك عنصر التعجب. عندما تفكر بشأن ما تريد وتبث ذلك التردد فإنك تجعل طاقة ما تريده تتذبذب على ذلك التردد وتجذبه نحوك، وعندما تركز على ما تريد فإنك تغير من ذبذبة الذرات الخاصة بذلك الشيء وتؤدي إلى أن يتذبذب نحوك. والسبب في أنك أكثر برج بث فعالية في الكون هو لأنك لديك القدرة على تركيز طاقتك عبر أفكارك وتحويل التذبذبات التي تركز عليها مما يجذبها عندئذ إليك. عندما تفكر بشأن تلك الأشياء الطيبة التي تريدها وتشعر بها فإنك تحول نفسك في الحال إلى ذلك التردد، مما يؤدي بطاقة كل تلك الأشياء للتذبذب نحوك وتظهر في حياتك. يقول قانون الجذب: إن الشبيه يجذب شبيه. إنك مغناطيس طاقة، فأنت تشحن كل شيء ترغب فيه كهربائيا وتشحن نفسك كهربائيا نحو كل شيء تريده. ينظم الإنسان طاقته المغناطيسية لأنه ما من أحد غيره يستطيع أن يفكر أو يحس بنيابة عنه، والأفكار والمشاعر هي التي تخلق تردداتنا. قبل حوالي 100 عام وبدون المعرفة التي انبثقت من جميع الاكتشافات العلمية التي تمت في 100 عام الأخيرة، كان تشارلز هانيل يعلم كيف يعمل الكون. العقل الكوني ليس مجرد ذكاء وحسب، لكنه مادة، وهذه المادة هي القوة الجاذبة التي تضم الإلكترونات معا بقانون الجذب، بحيث تكون الذرات، والذرات بدورها تجتمع معا بالقانون نفسه وتكون الجزيئات. الجزيئات تتخذ أشكالا ملموسة، وهكذا نجد أن القانون هو القوة المبدعة وراء كل ظاهرة مرئية لنا، ليس فقط بالنسبة للذرات ولكن بالنسبة للعوالم، الكون، ولكل شيء يمكن للخيال أن يكون منه أي شيء مفهوم. تشارلز هانيل. لا أعبأ بأي مدينة تعيش،
فلديك قدرة كافية في جسدك وطاقة محتملة لإنارة المدينة بكاملها قرابة أسبوع. بوب بروكتور: لكي تصير واعيا بهذه القدرة يجب أن تصير سلكا كهربائيا تسري به الطاقة. الكون هو سلك كهربائي يحمل الطاقة الكافية لتجسيد كل موقف في الحياة لكل شخص. حين يلمس العقل الفردي العقل الكوني فإنه يتلقى كل قواه. تشارل هانيل: يعرف معظم الناس أنفسهم بهذا الجسد المحدود، لكنك لست جسداً محدوداً. حتى تحت ميكروسكوب فإنك تظهر كمجال للطاقة. وما نعلمه عن الطاقة هو هذا: إنك تمضي إلى أحد علماء الفيزياء الكمية وتسأله: مما يتكون العالم؟ فيجيبك قائلاً: يتكون من الطاقة. فتسأله بدورك: حسناً، فلتصف الطاقة. وسوف يجيبك: الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، ولطالما كانت كذلك. كل شيء وجد ذات مرة يوجد دائما ويظل ينتقل من شكل إلى شكل. هكذا فإذا كنت تعتقد أنك لست سوى هذه الحلة البدنية الفانية فأعد التفكير. أنت كائن روحي، إنك مجال طاقة، تعيش في مجال أوسع من الطاقة. جيمس راي: كيف يمكن لكل هذا أن يجعلك كائنا روحيا؟ بالنسبة لي فإن إجابة ذلك السؤال هي أحد أهم أجزاء تعاليم السر وأكثرها مغزى. عندك طاقة، والطاقة لا تفنى ولا تستحدث. الطاقة تغير شكلها وحسب، وهذا يصدق عليك. هذا هو جوهرك الحقيقي. طاقتك الخالصة لطالما وجدت دائما وسوف توجد إلى الأبد. لا يمكن أبدا ألا توجد. على مستوى عميق أنت تعلم ذلك. هل يمكنك تحليل عدم وجودك؟ فعلى الرغم من كل شيء قد رأيته وعشته في حياتك، هل يمكن تخيل عدم وجودك؟ لا يمكنك تخيل ذلك لأنه مستحيل. إنك طاقة أبدية. العقل الكوني الواحد. الميكانيكا الكمية تؤكد ذلك، وعلم الكون الكمي يؤكد ذلك، وهما يؤكدان أن الكون بزغ في الأساس من الفكر، وكل هذه المادة المحيطة بنا هي فقط فكر مترسب. وبشكل مطلق فإننا منبع كون. وعندما نفهم هذه القوة التي نمتلكها من خلال التجارب الحياتية فإننا نبدأ في ممارسة سلطاتنا ونبدأ في تحقيق المزيد مما نرجوه. اصنع أي شيء، اعلم أن أي شيء من داخل مجال إدراكنا هو في نهاية الأمر مستقى من الوعي الكوني الذي يدير كل ما في حياتنا. وهكذا فعلى حسب طريقة استخدامنا لتلك القدرة إيجابيا أو سلبيا يكون شكل الجسد بالنسبة للصحة، ويكون شكل البيئة التي نصنعها. إذا نحن نستطيع تشكيل وتغيير حياتنا، وليس فقط حياتنا وإنما يمكننا تغيير شكل الكون كله. وهكذا فما من حدود للقدرة الإنسانية، إنها الدرجة التي نسخر فيها طاقتنا وقدرتنا، وذلك ما يجب أن يحدث من جديد مع المستوى الذي نفكر عنده. قام بعض المعلمين علماء العظام بوصف الكون بالطريقة نفسها التي وصفها الدكتور هاغلين بقولهم: إن ما يحكم الكون هو كل ما فيه هو قدرة الخالق، وليس ثمة موضع لا يوجد فيه القدرة الإلهية. الطاقة الكونية تستمد قدرتها من الله، وهي تمثل الذكاء والحكمة والمثالية التامة. دعني أساعدك على فهم معنى ذلك بالنسبة لك. معناه أن كل احتمال وإمكانية محلها العقل، كل معرفة والاكتشافات وكل اختراعات المستقبل توجد في العقل الكوني كاحتمالات بانتظار العقل الإنساني لسحبها قدما. كل إبداع وابتكار في التاريخ قد تم سحبه من العقل الكوني، سواء كان الشخص عالما بذلك عن وعي وقصد أم لا. كيف تستفيد من العقل الكوني؟ تقوم بذلك من خلال وعيك به وباستخدام خيالك الرائع. انظر حولك بحثا عن الاحتياجات التي تنتظر تلبيتها. تخيل لو أن لدينا اختراعا عظيما للقيام بهذا. ابحث عن الاحتياجات ثم تخيل وفكر في جلب طرق لبثها للوجود.
ليس عليك أن تتوصل إلى الاكتشاف أو الاختراق، فذلك بيد الخالق. كل ما عليك القيام به هو أن تسلط كل تفكيرك على النتيجة النهائية وتتخيل تلبية الاحتياج، وسوف تدعوها للوجود. وعندما تطلب وتشعر وتصدق فسوف تتلقى ما تنشده. ثمة معين غير محدود من الأفكار ينتظر لجوءك إليه واستدعاءه. إنك تحتفظ بكل شيء في وعيك. الكيان الإلهي هو الحقيقة الوحيدة. شارل فيرمور. إننا جميعا متصلون، نحن فقط لا نرى هذا، فلا يوجد شيء بالخارج ولا شيء بالداخل، كل شيء في الكون متصل، إنه مجال طاقة واحد. جون أسارا. وعلى هذا فأيا تكن الطريقة التي تنظر بها للأمر تبقى النتيجة هي نفسها. إننا كيان واحد، جميعنا متصلون، جميعنا جزء من مجال طاقة واحد أو عقل كوني واحد أو وعي واحد. إنه منبع واحد، سميه ما شئت من أسماء، لكننا جميعا هذا الكيان. إذا فكرت بشأن قانون الجذب الآن من ناحية كوننا جميعا كيانا واحدا فسوف ترى كماله المطلق. سوف تفهم سبب أن أفكارك السلبية بشأن شخص ما سوف تعود وحسب لتؤذيك، ذلك لأنكما شيء واحد. لا يمكن لك أن تتأذى ما لم تدعو الأذى للوجود عن طريق بث تلك الأفكار والمشاعر السلبية. لقد منحت إرادة حرة لكي تختار، ولكن حينما تفكر أفكارا سلبية وتحس بمشاعر سلبية فإنك تفصل نفسك بهذا عن الخير الواحد والكلي. فكر بشأن كل عاطفة سلبية توجد، وسوف تكتشف أن كل واحدة منها تقوم على الخوف. إنها تنبع من أفكار الانفصال ومن رؤية نفسك منفصلا عن الآخر. والتنافس مثال الانفصال. أولا، حينما يكون لديك أفكار منافسة فإنها من عقلية تعاني قصورا، فهذا معناه كما لو أنك تقول أن هناك مددا محدودا، كما لو أنك تقول أنه لا يوجد ما يكفي للجميع، وهكذا. فيجب ألا نتنافس ونتقاتل للحصول على الأشياء. وعندما نتنافس لا يمكنك أن تفوز مطلقا حتى لو اعتقدت أنك قد فزت وفقا لقانون الجذب. فعندما تنافس فسوف تجذب العديد من الأشخاص والظروف لتنافسك في كل منحى من مناحي حياتك، وفي النهاية سوف تخسر. إننا جميعا كيان واحد، وهكذا. فحينما تنافس فإنك تنافس نفسك. عليك أن تقصي المنافسة خارج عقلك وتصير عقلا خلاقا مبتكرا. ركز وحسب على أحلامك وعلى رؤياك، وصد كل منافسة خارج عن حياتك. الكون هو المعين الذي لا ينضب من كل شيء. كل شيء ينبع من الكون ويصل إليك عبر الناس والظروف والأحداث عن طريق قانون الجذب. فكر في قانون الجذب بوصفه قانون الدعم. إنه القانون الذي يتيح لك أن تأخذ من المؤونة غير المحدودة، حيث تبث التردد المثالي لما تريد. فإن كل ما هو مثالي ومناسب من أشخاص وظروف وأحداث سوف ينجذب إليك. إنما يمنحك الأشياء التي ترغبها ليس الأشخاص. وإذا استمسكت بذلك الاعتقاد الخاطئ سوف تعيش الافتقار، لأنك تنظر إلى العالم الخارجي وإلى الأشخاص كمصدر للمدد والدعم، غير أن الدعم الحقيقي هو المجال المخفي الذي لا تراه والذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. كلما تلقيت أي شيء تذكر أنك قد جذبته إليك عن طريق قانون الجذب وعن طريق وجودك على التردد المتناغم مع الدعم الكوني. إن الذكاء الكوني يسري في كل شيء، في الناس، بالظروف والأحداث، ليمنحك ما ترجوه، لأن ذلك هو القانون. غالبا ما نصاب بالتشوش بالشيء الذي يدعى جسدنا أو كياننا المادي. ذلك الجسد يقيد روحك، وروحك كبيرة لدرجة أن تملأ غرفة. إنك تتحلى بروح لا تموت. أنت قبس من روح الله التي بثها في آدم أبي البشر وخلقك في أحسن تقويم. ليزا نيكولاس. وفقا للأديان والكتب المقدسة يسعنا أن نقول إننا خلقنا على الصورة التي أرادها الله لنا، ويمكننا أن نقول إننا وسيلة أخرى من خلالها يدرك الكون ذاته
ويمكننا أن نقول إننا المجال غير المحدود للإمكانية المطلقة السراح، وكل هذا سيكون صحيحا. مايكل برنار بيكويث. أنت قبس من روح الله، أنت روح تلبست لحما ودما، أنت حياة أبدية تكتشف ذاتها في صورتك، أنت كيان كوني، أنت صاحب قدرة مطلقة، حكمة ليس لها حدود، وذكاء لا نهائي، أنت تجسيد للمثالية والروعة، أنت صانع شخصيتك ومصيرك على هذا الكون. كل تراث ديني يخبرك بأنك خلقت في أحسن تقويم، وأن الله أكرمك وفضلك على سائر مخلوقاته، مما يعني أن لديك تصريحا إلهيا وقدرة سماوية لتصنع عالمك وتصنع ذاتك. لعلك قد صنعت أشياء حتى هذه النقطة تتسم بالروعة والقيمة بالنسبة إليك، ولعلك لم تفعل. والسؤال الذي أود منك تأمله: هل النتائج التي توصلت إليها في حياتك هي ما تريده حقا؟ وهل هي ذات قيمة واستحقاق بالنسبة لك؟ إذا لم تكن ذات قيمة بالنسبة لك، إذن ألم يئن الأوان الآن لتغييرها؟ لأنك لديك القدرة على القيام بذلك. جيمس راي. كل قدرة تأتي من الداخل، وبالتالي فهي تحت السيطرة. روبير كوليه. أنت لست ماضيك. الكثير من الناس يشعرون وكأنهم ضحايا في الحياة، وسوف يشيرون في الغالب إلى أحداث ماضية، ربما قبل النشأة مع والد قاسي أو مع أسرة مفككة. يعتقد أغلب علماء النفس أن نسبة 85% تقريبا من الأسر مفككة. هكذا يمكنك أن ترى أنك لست وحدك في هذا الأمر. أبواي كانا مدمنين الكحوليات، أبي كان يؤذيني، انفصلت عنه حين كان عمري في السادسة. أقصد أن تلك تقريبا القصة التي يرددها كل شخص بصيغة أو بأخرى. والسؤال الحقيقي هو: ما الذي سوف تقوم به الآن؟ ما الذي تختاره الآن؟ لأنه إما أن تواصل التركيز على تلك القصة، وإما أن تستطيع أن تركز على ما تريده. حين يبدأ الناس التركيز على ما يريدونه، فما لا يريدونه يسقط ويختفي، وما يريدونه هو ما يتسع ويمتد. جاك كونفليت. إن الشخص الذي يوجه عقله تجاه الجانب المظلم من الحياة، والذي يعيش مرارا وتكرارا حالة سوء، الطالع والخسران وخيبة الأمل التي تنتمي للماضي، فإنه يدعو ويطلب حالات شبيهة للمستقبل. فعندما لا ترى شيئا سوى سوء الطالع في المستقبل، فإنك تدعو وتبتهل من أجل سوء الطالع هذا، فسوف يتحقق بكل تأكيد. إذا استعدت أحداث حياتك وركزت على المصاعب التي تنتمي للماضي، فإنك تجلب فقط المزيد من الظروف الصعبة إليك الآن. تخلى عن ذلك كله بصرف النظر عما يكون. افعل ذلك من أجل نفسك. إذا حملت ضغينة أو لوما تجاه شخص ما على شيء حدث فيما مضى، فإنك تؤذي نفسك وحسب. أنت الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يصنع الحياة التي يستحقها. إذا ما ركزت قصدا أو عمدا على ما تريد، وعندما تبدأ في بث مشاعر طيبة، فإن قانون الجذب سوف يستجيب. كل ما عليك القيام به هو أن تبدأ، وعندما تفعل سوف تطلق السحر وتحرره. أنت مصمم مصيرك، أنت المؤلف، أنت كاتب القصة. القلم بين أصابعك، والمحصلة هي ما تختاره أنت. ليزا نيكولاس. الشيء الجميل بخصوص قانون الجذب هو أنك تستطيع أن تبدأ من حيث أنت، وأن تبدأ بالتفكير تفكيرا حقيقيا، ويمكنك أن تبدأ في توليد شعور بداخلك يتسم بالتناغم والسعادة، وسوف يبدأ القانون في الاستجابة لذلك. مايكل برنار بيكويث. الآن سوف تبدأ بتبني معتقدات مختلفة من قبيل: هناك ما يزيد عن الكفاية في الكون. أن تقول لنفسك بثقة: إنني لا أتقدم في العمر، بل أصير أكثر شبابا. نستطيع أن نصنع ذلك على النحو الذي نريده باستخدام قانون الجذب. جو فيتال. تستطيع أن تحرر نفسك من النماذج المتوارثة والقواعد الثقافية والمعتقدات الاجتماعية، وتبث لنفسك أن الطاقة والقدرة التي بداخلك هي أعظم قدرا من المقدرة التي بداخل العالم.
مايكل برنار بيكويث. قد تفكر هكذا: حسنا، هذا لطيف جدا، لكني لا أستطيع القيام بهذا، أو إنها لن تسمح لي بالقيام بذلك، أو إنه لن يدعني أن أقوم بذلك، أو ليس لدي ما يكفي من المال للقيام بذلك، أو لست ثريا بما يكفي للقيام بذلك، أو لست إلى آخر. كلمة لست في حد ذاتها ادعاء. حاول أن تصير منتبها حين تقول لست، وفكر بشأن ما تصنعه عندما تقول ذلك. ثمة رؤية قوية شاركنا بها دكتور وولف، وقد استند إليها جميع المعلمين العظام، خاصة بقوة عبارة إنني. حين تقول إنني، فإن العبارات التي تتبعها تستدعي الخلق بقوة طاغية، لأنك تعلنها لتكون حقيقة. إنك تصوغها بنبرة يقين، وهكذا. فعلى الفور بعد أن تقول إنني مرهق، أو إنني مفلس، أو إنني مريض، أو إنني متأخر، أو إنني زائد الوزن، أو إنني عجوز، فإن الجني يقول: أوامرك مطاعة. بمعرفتك بهذا، ألن تكون فكرة طيبة أن تبدأ باستخدام العبارة الأكثر فاعلية، وهي إنني لصالحك الخاص؟ ماذا لو قلت إنني أتلقى كل شيء طيب، إنني سعيد، إنني في سعة ووفرة، إنني معافى صحيا، إنني محب، إنني دائما أصل في موعدي المحدد، إنني أتمتع بشباب أبدي، إنني مفعم بالطاقة كل يوم. يزعم تشارل هانيل في كتابه The Master Key System أن ثمة عبارة تأكيدية تعمل على كل شيء يرغبه الإنسان، وأن هذه العبارة سوف توفر كل الظروف المواتية لجلب كل الأشياء. ويضيف: وسبب هذا هو أن هذه العبارة على صلة وثيقة بالحقيقة، وحين تظهر الحقيقة فإن كل شيء من الخطأ أو الشقاق لابد أن يختفي بالضرورة. العبارة هي كالتالي: إنني متكامل تام، قوي، قادر، محب، منسجم وسعيد. إذا كان استقطاب ما تريد من عالم الخيال إلى عالم الواقع يبدو لك عملا مجهدا، فانظر إلى ما تريده كحقيقة مطلقة، فهذا سوف يحقق ما تريد بسرعة الضوء في الثانية التي تطلبه فيها. إنها الحقيقة في المجال الروحي الكوني، وهذا المجال هو ما يوجد عندما تقتنع بشيء في عقلك. كن واثقا أنه حقيقي، وأنه ما من شك في إمكانية تحققه. ليس هناك حدود أن ما يمكن لهذا القانون القيام به من أجلك، فلتجرؤ على تصديق نموذجك المثالي. فكر فيه كما لو كان حقيقة منجزة بالفعل. عندما أدخل هنري فورد رؤيته حول العربات ذات المحرك في عالمنا، فقد تهكم عليه المحيطون به وظنوا أنه قد جن، وهو يسعى وراء رؤية جنونية. كان هنري فورد كان يعرف أكثر بكثير من الأشخاص الذين تهكموا عليه. لقد اطلع على السر وعرف قانون الكون. سواء اعتقدت أنك تستطيع شيئا أو اعتقدت أنك لا تستطيع، فستجد أنك محق في الحالتين. هنري فورد. أعتقد أنك تستطيع أن تحقق وتقوم بأي شيء تريد بهذه المعرفة. فيما مضى ربما تكون قد قللت من شأن مدى ذكائك. حسن، الآن تعرف أنك العقل الأسمى، وأنك تستطيع أن تسحب أي شيء تريد من ذلك العقل الأسمى. أي اختراع، أي إلهام، أي إجابة، أي شيء. تستطيع القيام بأي شيء تريده. إنك عبقري فذ. هل ثمة أي حدود لهذا؟ كلا مطلقا. إننا كائنات غير محدودة، ليس لدينا سقف. إن الإمكانيات والمواهب والقدرات والملكات الموجودة بداخل كل فرد يوجد على الكوكب هي غير محدودة. مايكل برنار بيكويث. كن واعيا بأفكارك. كل قدراتك تكمن في وعيك بتلك القدرة، ومن خلال التشبت بتلك القدرة في وعيك يمكن لعقلك أن يكون أقرب إلى تيار متدفق بلا وجهة محدودة. وإذا لم تنتبه له يمكنك أن تأخذه إلى أفكار من الماضي، ثم يقلك إلى أفكار حول مستقبلك.
تلك الأفكار التي تخرج عن نطاق السيطرة تشارك في الصنع هي الأخرى. عندما تكون منتبها ومدركا فإنك تكون في الحاضر وتعلم ما الذي تفكر فيه. لقد كسبت سيطرة على أفكارك، وهنا تكمن كل قدرتك. كيف تصير أكثر انتباها وإدراكا؟ إحدى الطرق هي التي تتوقف وتسأل نفسك: ما الذي أفكر فيه الآن؟ ما الذي أشعر به الآن؟ اللحظة التي تسأل فيها تكون منتبها وواعيا، لأنك قد استدعيت عقلك ثانية إلى اللحظة الحاضرة. متى فكرت في هذا، أعد نفسك من جديد للوعي باللحظة الحاضرة. قم بهذا مئات المرات كل يوم الآن وتذكر ذلك. كل قدرتك تكمن بوعيك بها. ويلخص مايكل برنار بيكويث الوعي بهذه القدرة حين يقول: تذكر أن تتذكر. صارت تلك الكلمات هي موضوع أغنية حياته. لمساعدة نفسي على أن أكون أكثر وعيا حتى أتذكر أن أتذكر، فإنني أطلب من الله أن يمدني بإشارة تعيدني إلى الحاضر متى سرح عقلي في الماضي. وهذه الإشارة قد تتمثل في سقوط شيء أو انطلاق جرس إنذار إلى العودة للحاضر. عندما أتلقى تلك الإشارات أتوقف على الفور وأسأل نفسي: ما الذي أفكر فيه؟ ما الذي أشعر به؟ هل أنا واعية؟ وبالطبع في اللحظة التي أقوم فيها بذلك فإنني أكون واعية. في اللحظة نفسها التي تسأل نفسك فيها إذا ما كنت واعيا تكون كذلك بالفعل، تكون واعيا. السر الحقيقي للقدرة هو الوعي بالقدرة. شارل هانل. وعندما تصير واعيا بقدرة السر وتبدأ باستخدامه فإن جميع أسئلتك ستجد أجوبتها. وعندما تشرع في اكتساب فهم أعمق لقانون الجذب سيمكنك أن تتخذ من طرح الأسئلة عادة لك، وحينما تفعل ذلك سوف تتلقى الإجابة على كل منها. والحقيقة هي أن الله قد زودك من خلال الكون بكل الإجابات طوال حياتك، لكنك لن تتمكن من تلقي الإجابات إلا إذا كنت واعيا بها. كن منتبها بكل شيء حولك. إن القنوات التي يمكن أن ترد عبر تلك الإجابات غير محدودة. من الممكن أن تتمثل في صورة عنوان الصحيفة اليومية الذي يجذب انتباهك، أو الاستماع بالمصادفة لشخص يتحدث، أو لأغنية في الراديو، أو للافتة على شاحنة تمر، أو تلقى إلهاما مفاجئا. تذكر أن تتذكر وكن منتبها. لقد تبينت من حياتي ومن حياة الآخرين أننا لا نفكر بشكل طيب في أنفسنا، ولا نحب أنفسنا حبا تاما وكاملا، وعدم حبنا لأنفسنا من شأنه أن يبعدنا عما نريد. وحين لا نحب أنفسنا فإننا ندفع الأشياء بعيدا عنا بكل تأكيد. كل شيء تريده أيا كان يدفعه حافز الحب، وعايشة مشاعر الحب في امتلاك تلك الأشياء: الشباب، المال، الشريك المثالي، المهنة المثالية، الجسد المثالي، الصحة المثالية. ولكي تجذب الأشياء التي تحب لابد أن تبث الحب وترسله، وسوف تظهر الأشياء في الحال. الصعوبة تكمن فيما يلي: فلكي تبث التردد الأسمى للحب عليك أن تحب نفسك، ويمكن لذلك أن يكون عسيرا على الكثيرين. إذا ركزت على الخارج وعلى ما تراه الآن فقد تضلل نفسك بهذا، لأن ما تراه وتشعر به حيال نفسك الآن هو نتيجة ما اعتدت التفكير فيه واعتقاده. إذا لم تحب نفسك فإن الشخص الذي تراه الآن غالبا يكون ممتلئا بالهفوات وأوجه القصور التي وجدتها في نفسك. ولكي تحب نفسك تمام الحب عليك أن تركز على بعد جديد لشخصيتك. عليك أن تركز على الحاضر بداخلك. خذ دقيقة واجلس ثابتا، ركز على شعور حضور الحياة بداخلك. عندما تركز على الحاضر سوف يبدأ في كشف ذاتها أمام عينيك. الحاضر هو الحالة المثالية، هو ذاتك الحقيقية. وعندما تركز على ذلك الحاضر وتشعر به
وتحبه وتمتدحه، سوف تحب نفسك تمام الحب، ربما للمرة الأولى في حياتك. في أي وقت تنظر فيه إلى نفسك بأعين منتقدة لتحول تركيزك في الحال إلى الحاضر بداخلك، وبالتالي سوف يكشف نفسه لك. وعندما تفعل هذا فإن كل الهفوات والعيوب وأوجه القصور التي ظهرت في حياتك سوف تتفكك وتتلاشى، لأن العيوب لا يمكن أن توجد في ضوء هذا الحضور. وسواء كنت تريد استعادة نظرك القوي، أو تشفى من مرض وتستعيد سلامتك البدنية، أو أن تحول الفقر إلى سعة، أو تقلب الشيخوخة لاستعادة الحيوية والعافية، أن تتخلص من أي سلبية، فلتركز على الحاضر ولتحب الحاضر الذي بداخلك، وسوف يتجلى النموذج المثالي التام. الحقيقة المطلقة هي أن ضمير الأنا تام وكامل، وأن ضمير الأنا الحقيقي هو روحي، ولا يمكنه تالي أن يكون أقل من المثالي. لا يمكنه مطلقا أن يعتريه نقص أو قصور أو مرض. شارل هانيل. السر في نقاط موجزة. كل شيء هو طاقة، إنك مغناطيس للطاقة، وهكذا فإنك تشحن كهربائيا كل شيء ترغبه، وتشحن نفسك كهربائيا إلى كل شيء تريده. أنت كيان روحي، أنت طاقة، والطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، بل فقط تغير شكلها. وبالتالي فإن الجوهر الصافي لك دائما كان موجودا ودائما ما سيكون. يبزغ الكون من الفكر، نحن لا نصنع فقط مصيرنا الخاص، ولكن كذلك نصنع الكون. هناك مؤونة لا حدود لها من الأفكار متاحة لك. كل المعرفة والاكتشافات والابتكارات موجودة في الكون باعتبارها الاحتمالات تنتظر العقل البشري لكي يسحبها ويحققها. إنك تمتلك كل شيء في وعيك. إننا جميعا متصلون، ونحن جميعا كيان واحد. تخلص من مصاعب الماضي والمعتقدات الاجتماعية الخاطئة. أنت الوحيد الذي يمكنه أن يصنع الحياة التي تستحقها. الطريق المختصر لتحقيق رغباتك أن ترى ما تريد تحقيقه كحقيقة مطلقة. إن قدرتك تكمن في أفكارك، فابق منتبها. بتعبير آخر، تذكر أن تتذكر.